استيقظ الحارس ليجد السجن قد غمرته فيضانات مفاجئة، وكان جميع الحراس قد فروا. عندما رأى المياه تتدفق شعر بقلق شديد، وفي تلك اللحظة رأى المفاتيح على الطاولة ففك حزامه. بعد محاولة فاشلة حالفه الحظ أخيرا وعلق الحزام، ثم تمكن من أخذه ليفتح الباب الفولاذي، لكنه لم يستطيع إدخاله. وبعد التدقيق اكتشف أنه مفتاح سيارة ضابط الشرطة. اقتحم عمود كهرباء الباب وارتطم بباب الزنزانة، مما جعله يرتعب. رأى أن الباب لم يعد يفتح، فحول أمله إلى النافذة العلوية، لكن ومهما حاول القفز لم يصل إليها بسبب قصر قامته. بسرعة دفع السرير إلى منتصف الزنزانة ليتمكن أخيرا من الإمساك بالشبك الحديدي في الأعلى، لكنه لم يتوقع أن الشبك كان مقفلا أيضا. أصبح الرجل يائسا حتى اكتشف مصباحا يدويا على السرير، ثم فكك أجزاءه الداخلية ومد الأنبوب خارج الماء، وتمكن من استنشاق الهواء، لكن مستوى الماء في الزنزانة كان يرتفع. وفجأة حدث التماس كهربائي وغرقت الزنزانة في ظلام دامس. مر شخص طيب بالجوار فأنقذه.